أثبتي أخطاء كل الأشخاص اللي تخلوا عنك وواصلي التقدم في الحياة والممارسة بحياتك. عم بتحسي بتعب الشديد، عم بتحسي بالإجهاد، واصلي التقدم في حياتك وسعيك لنفسك. عم تفقدي الإلهام، واصلي التقدم. ما فيك تشوفي تحقيق النجاح، واصلي التقدم. بغض النظر عن الوضع، بغض النظر عن التحدي فيه، طبعا إجابة وحدة فقط، وهي واصلي التقدم. لأنه الطريقة الوحيدة اللي يمكنك فيها من خلالها ضمان الفشل هو الاستسلام. لأنه لا حياة وظروف الناس ولا الناس وكل شي عم نمر فيه، بس إذا ما استسلمتي ولا سمحتي للاستسلام إنه يخطر على بالك، ما رح تفشلي أبدا بأي شيء. إنما رح تتعلمي من الأغلاط والأخطاء يلي عم تمر بحياتك. فواصلي التقدم. يسعد لي أوقاتكم دايما وأبدا بكل خير. أهلا وسهلا فيكم من جديد في قناتي فاطمة الأمل، حيث التفاؤل والأمل والإيجابية والتطوير الشخصي في الحياة والدعم التحفيزي اليومي في حياتك. أظهري بعض الشخصية، لأنه ما رح توصلي للحياة اللي بدك إياها إذا استسلمتي. فواصلي التقدم. يا ترى لسه عندك أي شخصية متبقية فيكي؟ طالعية وأظهرية. احفري أكتر عمق في هالحياة، ابحثي عن شي عميق عميق في قلبك. لاقي هي الرغبة الملتهبة جواتك. ليش عم تعملي كل هاد؟ ولا لمين عم تعملي كل هاد؟ ما بيهم. احتفظي في هذا السبب جوات قلبك. شو يلي خلاكي تحلمي؟ شو يلي خلاكي تطمحي ويخليكي تحطي أهدافك أمامك؟ خلي جواتك هذا الشيء كوقود لإلك. احتفظي فيه كوقود. هذا الوقود يلي رح يخلي نيرانك مشتعلة. فواصلي التقدم لشي اللي بدك اياه من الحياة. اعملي هذا الشي من أجل جميع الأشخاص يلي وثقوا فيكي وآمنوا بقوتك وقدرتك وكانوا تحفيز لإلك في حياتك، في مسيرة حياتك. لا، إن كان طفلك أو زوجك أو أهلك أو أي حدا من أصدقائك أو أي حدا غالي على قلبك فارق هذه الحياة. فاعملي هذا الشيء من أجل كل هدول الأشخاص يلي كان على لسانهم إني أنت قوية وأنت شخص بينوثق فيه. طبعا يلي ما فقدوا الأمل فيكي هدول الناس ولا مرة رغم فشلك، بل كانوا قدوة وقوة لإلك وأمل لتحقيق أهدافك في الحياة. فواصلي التقدم. افعلي هذا الشيء من أجل إنك تثبتي أخطاء كل الأشخاص اللي حكوا عليكي وتخلوا عنك وكانوا إحباط لحياتك. فواصلي التقدم. خلونا نواصل التقدم في هالأمور الصعبة يلي عم نمر فيها في حياتنا ونتحداها ونتجاوزها وننجح بالشيء اللي نحن بدنا اياه. طبعا هذا الأمر صعب. إذا أنت شايفة إنك تواصلي التقدم إنه هذا الأمر صعب، فكتير ممتاز، لأنه كلما كانت الأمور أصعب كان شعورك أكبر وقت تنجحي فيه. فواصلي التقدم. هل بدك هذا الشيء عن جد إنك تواصلي التقدم وتستمري بالشيء اللي بدك إياه؟ إذا كان عن جد بدك إياه هالأشياء هاي يلي بتفكري فيها وبدك دايما إنه تنجحي بتحقيقها، فأثبتي هذا الشيء. الطريقة الوحيدة لإثبات هذا الشيء هي بالمثابرة والاستمرارية. فواصلي التقدم. لأنه إذا استسلمتي رح تثبتي فقط إنك ما كان عندك رغبة بالنجاح من الأساس الأول. لا تتجرأوا على الاستسلام. بوعدك إنه هالشي رح يستحق كل العناء في النهاية، لأنه أصلا نحن هلأ عم نعاني من أجل إنه نفتخر في المستقبل. رح تعاني هلأ من أجل إنه تفتخري في المستقبل. إذا عجبك الفيديو اشتركي بالقناة وفعلي زر الجرس وحطي لي إعجاب وعطيني تعليقك الحلو ورأيك، وتعي كملي الفيديو وشوفي فيديوهات السابقة الموجودة في القناة. واصلي التقدم وفكري في السبب الخاص فيكي. فكري في المدى يلي وصلتي له، لأنك قطعتي شوط كبير وبعيد بحيث إنه صرتي بنص الطريق، لأنه ما فيكي الاستسلام أبدا. فهلأ ما فيكي إنه ترجعي نفس الشخصية القديمة اللي كانت ولا شيء وضايعة وما عم تعرف شو بدها تعمل
وما بتفكر بشي، مجرد جماد بهالكون مكون من مرأة. فكري في مين يلي عم تعملي هالشي من أجله، لأنه في ناس كتير بحاجة إلك، إن كان أطفالك، إن كان محبينك، إن كان أي شخص. اعملي بجد ومن كل قلبك، اعملي هالشي من أجلك ومن أجلهم. اعملي بجد لأجلك أنت، قاتلي من أجل يلي بتريديه يتحقق لك في الحياة، اكتسبي الحياة يلي بدك إياها. عم بتحسي بالتعب الشديد؟ بعرف، واصلي التقدم. بغض النظر عن التحديات بتضل الإجابة كما هي فقط، واصلي التقدم. الاستمرارية بالشيء اللي عم نشتغل لنحققه ونسعى لحياة اللي بدنا نكسبها، واصلي التقدم. فهذا الفيديو الملهم رح تغمركم مشاهدة ملهمة وكلمات محفزة بتدفعكم نحو تحقيق أهدافكم والاستمرار في النمو والتطور في حياتكم. رح تتعرفوا على أهمية الإصرار والعزيمة في قناتي في تحقيق النجاح من خلال فيديوهاتي اللي بقدمها. رح تحسوا بالإلهام بتجاوز العقبات وتحقيق أحلامكم، فبفتخر فيكم. مع حبي لكم، سلام وبأمان الله.